السلام عليكم، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللي معنا وصفة سهلة ما لا توجد بالخف، واللي هي عنا تحلية الفلوم محشية بالكراميل. إي نعم يا سيدي، تحلية الفلوم محشية بالكراميل راح تجيكم مغربة، ولكن تابعونا في الوصفة. لهنايا كمرحلة أولى جبت بسكويت بنكهة الكاكاو ورحيته في الأشوار، خليه حتى يرجع رطب مليح مليح. نروح نزيد عليه 100 غرام من الزبدة بعد ما كنت ذبذبتها، ونلم كامل هذاك البسكويت اللي بنكهة الكاكاو بهذيك الزبدة. لهنايا بعد ما كنت رحيته كامل وحسيته بلي رجع لي رطب، جبت ان غيسيبيون ودرت فيه هذاك البسكويت نتاعي، ذوبت هذيك الزبدة وجيت كامل لميتهم مع بعض. لأن بعد ما كنت ذوبت الزبدة نجي نفرغها كامل على هذاك البسكويت. هذا باش نديرو به طبقة أولى. نلمو كامل هذاك البسكويت حتى نحسو بلي رجع كامل أسود، حتى اللون تاعو يتغير إلى البني الغامق. لهنايا جبت الكؤوس تاعي وبديت نعمر في هذاك البسكويت، نعمر كامل ليفيرين تاعي أو الكؤوس. من بعد ما نعمرهم نجيب كاس عنده قاعدة ونزير هذاك الكاطو كامل. لأن بعد ما زيرته كامل نجي نشكل الطبقة الثانية تاعي واللي هي فلو بالكراميل. راح نستحق في هذه التحضيرة نتاع الطبقة الثانية ريتلة نتاع الحليب، 100 غرام تاع الفلون نتاع الكراميل، 3 ملاعق سكر، 2 ملاعق تاع النشا لأن كنت درت هذاك السكر. من بعد راح نزيد عليهم هذوك 2 ملاعق نتاع لا مايزينا، ونزيد عليهم 100 غرام من فلون الكراميل، ونزيد عليهم عطر الكراميل. لأن بعد ما درت هذاك الكراميل نخلط كلش بارد في بارد قبل ما نحطه فوق النار، باش هذيك لامايزينا ما تأكسدش فوق هذيك النار. لأن بديت نحرك كامل. من بعد ما نحس هذوك المكونات كامل تحلوا في هذيك الحليب، نروح نحطهم فوق النار حتى تعقد لي، ومن بعد نعاود نرجع. لهنايا بعد ما عقدت لي نجيب ملعقة تاع الزبدة ونديرها في هذاك الخليط، باش من بعد كي ينشف ونديرو في الفريجيدار ما يرجعش بلاستيك، يبقى بهذا القوام كريمي. أنا بعد ما درت هذيك الزبدة راح نبدأ نخلط حتى تذوب لي كامل هذيك الزبدة. لأن بعد ما ذهب هذيك الزبدة رحت جبت صفاية وبديت نعمر في الكؤوس. الصفاية هذي باش هذوك الزوائد اللي ما تحلوش في هذاك الخليط يبقاولنا لهنا في الصفاية، ما يبقاولناش في الطبقة الثانية. نعمر كامل الكؤوس تاوعي. من بعد ما نعمر الكؤوس تاوعي هذه المرحلة راح نكرروها مرحلتين، اللي هي فيها نص كاس تاع السكر نخليه فوق النار حتى يرجع كريمي. من بعد ما يرجع كريمي ندير هذيك الملعقة نتاع لا مايزينا في هذا الماء. من بعد ما نديرها في هذا الماء نجي نحطها فوق هذاك السكر بعد ما تكرمل لي. لهنا ما تكون لازم ما تدخلوش هذاك الفرون تاعكم للفريجيدار. لهنايا بعد ما تكرمل لي ذاك السكر جبت فوق ودرت هذيك لا مايزينا، شوفوا لي هذاك القوام. لهنايا نعمر كامل هذوك الكؤوس اللي عندي، لأن كنت مازال ما دخلتهمش للفريجيدار، باش لهنا يبقى لي إلا هذاك الفلو تاعي ما ينشفش وكي نديرلو الكراميل يهبط للقاع. لهنايا بعد ما دخلته دروك للفريجيدار كررت نفس العملية وجيت نشكل الطبقة السطحية نتاع الكراميل. من بعد ما نعمر كامل هذوك الكؤوس بالكراميل نجيب ملعقة صغيرة ونبدأ نسويلو في الوجه تاعو.
نمشي كامل هذا الكراميل على الطبقة الأخيرة، نكرر نفس العملية بالنسبة للكؤوس الأخرى. من بعد ما نكمل هذيك الطبقة تاع الكراميل ونسوي له وجهك وذوبت شوية تاع الشيكولا ودرتها في لابوش، جيت لهنا نشكل في التزيين الأخير، زينته يعني غير بشوية نتاع الشيكولا. هذه هي الوصفة نتاع اليوم، يترعد يا مولاي. شوفوا لي لهنا ذاك القوام وذاك الكراميل وهذاك الفلون. هذه هي وصفتنا للنهار اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم ونالت إعجابكم، ونلتقي في وصفة أخرى إن شاء الله.